اهلا بيكم في وعينا امان. معاكم شريف المصري. كنا بنتكلم في دي الحلقه الخامسه من مجموعه حلقات الصداقه. كنا بنتكلم ان الصداقات هي الحاجه اللي الانسان، هي الحاجه الوحيده اللي الانسان بعد ما يتوفى هيتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان يرجع للدنيا تاني علشان يعمل صدقه، لان هو شايف ان الصدقه هي اكتر حاجه هتنفعه في الوقت ده. طيب، اتكلمنا عن بعض الصداقات وهنزود عليهم النهارده بعض الصداقات. احنا بنحاول نقول صداقات سهله ان احنا نعملها، ما تكونش متعبه، ما تكونش بتاخد مجهود مننا. هو ده اللي احنا بنحاول نقوله في الحلقات. هنقول بقى ايه؟ مساعده الاعمى والاصم والابكم والمشلول وذو الاعاقه صدقه. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا مثلا اعرف ان في فلان عنده ظروف خاصه، حاجه من الحاجات دي او حاجه غيرها. المشكله ان انا اعدي اسال عليه، اعمل له حاجه كل اسبوع، كل يوم، كل شهر، كل فتره، كل شهرين، كل ثلاثه، بس احط في جدولي ان انا هعدي عليه اليوم الفلاني اعمل له حاجه. الحاجه دي مش مهم تكون كبيره ومش مهم تكون صغيره، بس انا هعمل له حاجه. كفايه ان هو بيحس ان انا بروح له بانتظام، ان انا بسال عليه، ان في حد مهتم بيه، مهتم بامره. غير بقى ان انا احاول لو قابلت نعمه من دي في الشارع احاول اخدها في ايدي واوصلها من مكان لمكان، احاول اوصله لاقرب نقطه له وانا كمان ما كنتش جيت على نفسي، بس بدل ما كنت همشي الحته دي لوحدي انا همشيها معاه. انا هوصله لحاجه يركبها، انا هوصله للمكان اللي هو رايحه. اذا كان مثلا اعمى يعني. إذا كان لقيت حد ظروفه مش سامحة، كبير في السن، عنده ظروف خاصة، بيعدي طريق شايل كيس، واحدة ست كانت في السوق وشايلة حاجة وهتطلع رصيف عالي وهتنزل من الناحية التانية، بتعدي سكة صعبة. ايه المشكلة ان انا بعد اذنك واشيل منها الكيس اللي هي شايلاه او الحاجة اللي هي شايلاها، وبعد ما نعدي اديها لها. بالنسبة لي انا عملت حاجة صغيرة، بالنسبه لها كتر خيره، ساعدني وعداني السكه او عداني الشارع او عداني. ما تعرفش عند ربنا هيبقى حجمها قد ايه، هيحسبها بكام، هتشيل ايه وتحط ايه. يعني خلينا ان احنا نعمل العمل وما نقيمهوش، وما نقولش العمل ده كبير او صغير، وما نقولش العمل ده هينفع او مش هينفع. خلينا نعمل العمل الكويس وتقييمه مش بتاعنا، تقييمه بتاع ربنا سبحانه وتعالى. يقدروا كتير بقى، يقدروا كتيرين، يقدروا ثلاثة كتير، يضربوا في 500، يضربوا في 1000، يسيبوا زي ما هو، مش بتاعتنا. بس المهم انت اعمل وما تقيمش عمل. اعمله وسيبه للي بيقيمه، واللي هيقيمه احسن من اي حد تاني وهيقدر يبارك فيه. نقول كمان الكلمة الطيبة صدقة. ان انا لما اقول لك حاجة حلوة صدقة. احيانا لما اجي اخش على حد شغال واقول له بسم الله ما شاء الله، الله ينور، تسلم ايدك، اعتقد ان دي صدقه. لما حد يعمل لي حاجه واقول له شكرا، انا مش عارف غيرك والله كنت هعملها ازاي، كتر خيرك، ربنا يكرمك، اعتقد انها صدقه وساعدته وشجعته انه يكررها تاني مع حد تاني، انه يعمل حاجه كويسه. الكلمه الطيبه بقى كتيره كتيره، الكلمه الطيبه. لقيت ناس مختلفين فدخلت وسطهم بكلمه طيبه. لقيت في مشاحنه فدخلت بكلمه طيبه. حاولت اعمل اصلح بالناس زعلانين من بعض، او في حاجه بينهم، او زوجين او ابناء او اخوات او اي حاجه من الحاجات دي، بكلمه طيبه هي صدقه. واحد، هي تكون كلمه طيبه وانا اكون متاكد انها كلمه طيبه وتكون نيتي لوجه الله تعالى بس. قد الكلمه الصغيره اللي هي صدقه دي يمكن تحل الموضوع، مش عشان انت شاطر ومش عشان انت مفتح ومش عشان